ولهذا قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحسن، ليكون العمل حسنا. أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لم يقل أيهم أكثر عملا. الكثير إذا لم يكن حسنا فهو مردود. أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله قيل: يا أبا علي، ما أحسن أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، بهذين الشرطين. فهؤلاء الصفوة المختارة هم الذين عرفوا قدر الحياة الدنيا، وعرفوا أنها دار ممر وأنها مزرعة للآخرة، فاستغلوها في طاعة الله عز وجل.